ضرب، شتيمه، تهزيق، حرمان، خاصميه وامنعوا عنه الكلام، او عاقبيه واحبسيه في اوضه الفيران. اقول لك على حل، ريحي نفسك واحكم عليه بالاعدام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الحقيقه الكامله. قاعده في البيت وجوزك في الشغل، وطبعا وراكي حاجات ياما عاوزه تخلصيها، بس ازاي؟ وحماده ما بيبطلش زن، وعشان تخلصي من زنه عملتي زي اي ام اليومين دول ما بتعمل، واديتي له الموبايل يلعب عليه. بس بعد شويه حصل المتوقع، الموبايل وقع من حماده. وهنا يبدا الموضوع. هتجري بسرعه على حماده؟ لا طبعا، هتجري على الموبايل. مسكتيه بتبص عليه لقيتيه اتكسر. اوبا، الولد ده يومه مش معدي. خدي عندك ضرب وتهزيق واهانه، والخصام ده طبعا شيء مفروغ منه. يخلص الموضوع لحد هنا؟ لا، ده على حظه ابوه كان راجع من الشغل طهقان من اللي عمله فيه مديره، ولما عرف اللي حصل كمل عليه وطلع عليه ضغط الشغل، مع ان الولد ملوش ذنب. ينتهي الموضوع لحد هنا؟ لا، ده ابوه وامه بقى كل ما يروحوا عند حد او حد يجي لهم زياره ما بيبطلوش كلام عن شقاوته، وبيحكوا لهم عن اللي بيعملوا فيهم وقد ايه هو مطلع عينيهم. طبعا الناس بتقول في سرها انهم مش واخدين بالهم من النعمه اللي في ايديهم، وبقى الولد بيتعاقب بدل المره مليون مره على حاجه ما تستاهلش. الموقف ده او غيره بيتكرر مع كتير من الناس، بس مهما الموقف اتغير اساليب العقاب هي ما بتتغيرش. بنعملها كل مره وما بنفكرش اكن ده الطبيعي. ده حتى في المدرسه لو اتضربت من المدرس بيجي ابوك ويقول له كسر واحنا نجبس، بس ده مش صح، لان الضرب اضراره اكتر بكتير من فوائده، ده لو اعتبرنا ان في فوائد اصلا. فمثلا اضراره النفسيه، خد عندك: 1. عدم الثقه بالنفس. 2. الانطواء والعزله. 3. يجعل الطفل عدوانيا مع اخوته واصدقائه. بس كده؟ لا، لسه في اضرار بدنيه. الضرب مثلا لو كان على الراس او الخد زي الضرب بالقلم مثلا، فخد عندك الاضرار: 1. تدمير من 300 ل 400 خليه دماغيه. 2. النسيان المستمر وعدم التركيز. 3. ضعف الابصار ليلا. 4. التبول اللا ارادي. عرفت بقى السرير بيتبل من ايه؟ اديك طلعت انت السبب. ده غير ان الضرب على الوجه اصلا منهي عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. هو فعلا اسلوب العقاب بالضرب ممكن يجيب نتائج سريعه وفعاله، بس مع الاستمراريه الطفل بيفهم ان اكبر حاجه ممكن يتعاقب بيها هو انه يتضرب، وبكده بيعمل اللي عاوزه ويمشي بشعار علقه تفوت ولا حد يموت. ده كمان لما بيتضرب باستمرار بيبقى حاسس بالظلم، وحتى لو غلطان بينسى غلطه، وبيبدا تتكون عنده فكره الاضطهاد من كل الناس. طب الكلام ده معناه ايه؟ ما نعاقبش عيالنا ونسيبهم يبوظوا؟ لا طبعا، بس في طرق كتير تانية للعقاب غير الضرب، زي انك تتكلم معاه وتشوف المشكله جايه منين، تفهمه غلطه، او تخليه يشارك في اعمال المنزل كنوع من انواع المشاركه والعقاب، وتعلمه الاعتذار والاعتراف بالخطا. والضرب يبقى للحاجات الكبيره جدا. هو الموضوع صعب، بس صدقني مع الوقت هيجيب نتائج احسن بكتير من الضرب. وعشان تعرف تعمل كده لازم الاول تحدد اولوياتك، وصدقني لو فكرت هتلاقي ان معظم الحاجات بتتعوض الا اولادك ما بيتعوضوش. وحكى ستيفن كوفي في كتابه الاكثر من رائع العادات السبع للناس الاكثر فاعليه، حكى عن واحد كان مواعد اسرته برحله ترفيهيه، وقبل ما يطلعوا من المنزل جاله تليفون من الشغل وكانوا عاوزينه يجي لهم ضروري، لكنه رفض. ولما زوجته سالته انت ليه عملت كده؟ قال لها العمل سيبقى ولكن الطفوله لا تعود. موقف زي ده ممكن يخلي اطفالك بدل ما يخافوا منك يخافوا عليك ويخافوا على زعلك. فقبل ما نحاسب عيالنا لازم نسال نفسنا سؤال مهم جدا: هل احنا بنكذب ولا لا؟ بنعلم عيالنا حاجات وبنعمل عكسها ولا لا؟ بنوفي بوعودنا معاهم ولا لا؟ ولما نعرف نجاوب على الاسئله دي ساعتها نبقى نضرب عيالنا، مش نضربهم عشان احنا كنا بنضرب واحنا صغيرين، ولما يكبروا يضربوا عيالهم عشان كانوا بيضربوا وهم صغيرين، ويفضل الموضوع كده عجله ودايره، كاس الكل لازم يشرب منه. واحد يقول لي يعني انت ما اتضربتش وانت صغير؟ الصراحه انا لسه بتضرب وانا كبير. انا كده خلصت، بس انت لسه ما خلصتش. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. السلام عليكم.